والله يا جماعة زي ما بيقولوا عمار يا مصر، النموذج المصري دايما مشرف في أي بلد من بلدان العالم. معنا النهاردة في صباح جديد أحد النماذج المصرية المشرفة. هو مهندس مصري سافر إلى أوروبا وعمل في أحد المصانع الأوروبية، وحصل على أفضل اختراع في هذه المصانع الأوروبية لدرجة دقة تصل إلى 1/100 من المليمتر. دعونا من هذا الشأن، دعونا نذهب إلى شأن آخر. سافر إلى 72 دولة على مستوى العالم، دخل لمدة 23 ألف ساعة داخل 20 غابة استوائية. له كتاب يعد الأكثر مبيعا داخل القارة الأوروبية، وهو كتاب الرحالة والغابة، واللي ربما نفذت طبعاته قبل أقل من عام واحد في القارة البيضاء، القارة الأوروبية. معنا الرحالة والمهندس والشاعر الأستاذ أحمد الشام. صباح الخير. صباح الفل. أرجو أن أنا يعني أكون أوجزت طبعا أنت قلت تقريبا الاتجاهات المختلفة يعني. طيب خلينا نبدأ بمجال المغامرات أو الرحلات. يعني أنت عرفت باسم ابن بطوطة المصري. 72 دولة. أكثر الدول اللي أثرت داخل ذاكرتك كانت أي دولة تحديدا؟ صعب، سؤال صعب، لأن كل دولة لها جانب جمالي، وكل دولة لها وجه آخر. يعني زي ما أنا أكون أقارن بين الفواكه، أقول الموز الأحسن ولا التفاح ولا المانجا. المانجا لا طعم والموز ليه طعم. طب خلينا نبدأ من الغابات الاستوائية. يعني الغابة الاستوائية تعيش فيها بمفردك طبعا، بدون أي تجهيزات. بدون أي تجهيزات. ده كان تحدي؟ يعني أنا بعتقد أنه كان تحدي، أو أنا بعتقد أن الإنسان بطبيعته البشرية قادر على المعيشة في هذا المجال. أنا بعتبر أن ده المكان الأصلي للإنسان. الإنسان أول ما وجد كان موجود في داخل الغابات. كان بدائي وعايش، وما زال في بعض القبائل البدائية عايشة في داخل الغابات الاستوائية، وعايشين بدون تجهيزات وبدون كل حاجة. وأنا معتقد أن حتى الجسم البشري عنده المقدرة على يعني استحداث المناعة اللازمة للتعامل مع هذا الجو. طبعا العملية بتاخد، ما ينفعش الواحد يطلع من المدنية ويخش الغابات الاستوائية تاني يوم هيموت، ده ما فيش خلاف على ذلك. ولا الجسم معد، بيبقى فيه مراحل تمهيدية. حتى أول ما بخش الغابة أفضل حوالي أسبوع أو 10 أيام في المنطقة اللي احنا بنسميها أطراف الغابة. أبدأ كده أسيب تفهم الدنيا واحدة واحدة كده، وأقعد أجيب حتة خشبة أتسلى فيها، أضيع الوقت. عامل الوقت لازم يأثر عليا، وعامل المكان علشان أبقى وصلت مش بس بجسمي وبروحي. وبعد كده ببدأ واحدة واحدة على ما الودن تبدأ تسمع. احنا ودنا في الحياة العادية تقريبا ما بنستعملهاش. هناك حياة أو موت، إنك تسمع صوت حيوان جاي. العين، كل حواس الجسم احنا بنستعمله أنصاف هذه الحواس. أكبر الغابات اللي رحتها كانت فين؟ من أجمل الغابات اللي على وجه الأرض غابات موجودة في جنوب شرق الصين وشمال لاوس، اسمها غابات سيشوانجبانا. دي من الغابات اللي تقريبا ما زالت محافظة على طبيعتها بكر إلى حد كبير. الفلبين فيها جزر لم يكتشفها بشر حتى الآن. يعني الجزيرة، أنا دايما بأكرر هذا الموضوع، اللي بيقول لي أنا عايز أشتري جزيرة، في 3000 جزيرة موجودين هناك خاليين تماما من البشر وصالحين للسكان، صالحين للحياة. الكرة الأرضية لم تكتشف بعد كما كل العالم يدعي. ربما من الساتلايت هو يقدر يشوف من فوق الصورة العامة، لكن تفاصيل الحياة كيف تصل في آلاف الجزر المتناثرة في المحيط الهادي. طبعا الوصول هناك عملية خطيرة جدا، ما فيش ولا طيران ولا في سفن ولا في حاجة. وأحيانا اضطريت ان اخد قارب صغير واوصل لجزيره في المحيط الهادي زي جزيره بوكاسا. ده كان رعب بقى، يعني بالقارب اللي طوله 11 متر والموج اللي يرفع 7 متر وينزل، والعمليه بقى يعني هجره غير شرعيه. يعني يعني قعدت فعلا اما وصلت في وسط المعمعه والموج بيجي والميه بتاع، قفلت على نفسي وبدات ادعي من دعوه سيدنا يونس ان ربنا ينقذني زي ما انقذه من بطن الحوت. كنت لوحدك؟ معيش الا سواق القارب بس. وفي اغلب الحالات بقول له سيبني وتعالى مثلا كمان 15 يوم، كمان 20 يوم، وبحاول اعيش في هذا المكان لوحدي مع الكائنات والحيوانات الموجوده هناك. طب خلينا نقول ان يعني احد الغابات دي كانت في احدى الجزر دي. اول ما دخلت عملت ايه في احدى الجزر؟ يعني انا هقول لسيادتك حاجه. اغلب هذه الغابات فيها بعض الكائنات البشريه او نقول القبائل البدائيه اللي عايشين هناك. المشكلة دايما بتبقى المقابلة الأولى مع هذا الإنسان. إذا أنا رحت له في وضع صحي ومدجج بالأجهزة هيقتلني.
فهيخاف. انا بروح انا احيانا في هذه الرحلات بيبقى دقني طويله ومعيش حتى هدوم وسخه ومعايا عكاز كده وماشي، وده كلها عند خط الاستواء، حراره خط الاستواء والبرد والحراره المرتفعه ودرجه الرطوبه العاليه جدا، العرق بيبقى لازج، فببقى منهك القوه تماما. انا بضطر اخد معايا احيانا شويه ملح عشان ما افقدش الاتزان بسبب العرق الكثيف، الحس شويه ملح عشان احافظ على الاتزان ورايح له انا كده، فاقول له كده انا جعان. اي واحد على وجه الارض تروح له في وضع ضعف وتقول له جعان هياكلك. اي واحد تروح له وتقول له انا عطشان هياكلك. تبقى متعمد كده. انا متعمد، ده بالعكس، ده احيانا في بعض الحالات كنت بتعمد اما احس بوجودهم. احنا دايما نقول الواحد ما يروح لهمش، الواحد يقرب منهم ويخليهم هم اللي يجوا له. فكنت اجي في منطقه ويعني انام هناك فيلاقوني راجل تعبان منهك القوه كده، دقني كبيره وقاعد نايم، فييجوا هم يتجسسوا اخباري، وواحده واحده يبداوا يقربوا مني، ومن هنا يبدا الاحتكاك، وبدخل معاهم وباكل اكلهم وبعيش حياتهم. بتفهمهم؟ بفهمهم. ازاي؟ بلغه الاشاره طبعا. لغه الاشاره لغه عالميه، والغريب ان في المواقف الحرجه الانسان بيطور هذه اللغه الى درجه يصعب علينا تخيلها. يعني دلوقتي لو حاولت اقول ننقل حاجه بلغه الاشاره هنلاقي صعوبه، لكن لو في موقف مفيش خيار تاني فيعني ممكن نقل كميه كبيره جدا من المعلومات بالاشاره بلغه العين الانسان هو الانسان في كل مكان على وجه الارض. طب مش غريب انك بتقول غابات استوائيه؟ يعني اول ما يتبادر لذهن الانسان لما يسمع هذه الكلمه بيقول افريقيا. نصيب القاره السمراء كان معاك عامل ازاي؟ انا كنت لسه جاي في فبراير 2009، كنت في غرب افريقيا، كنت في جمهوريه افريقيا الوسطى، في الجابون، في الكاميرون، في الكونغو، في المنطقه الغربيه خصوصا لانها ما زالت منطقه غير متحضره تماما. وكان موجود هناك القبائل اللي هي قبائل البيجمي، كنت انا رايح لهم مخصوص، اخر قبائل اقزام على وجه الارض اللي هم حوالي 60 أو 70 واحد ما زالوا عايشين داخل الغابات. وأنا خدت الطريق ده كله. أنا طلعت من بروكسل، من ميونخ على بروكسل، من بروكسل على ليبيا، من ليبيا على بنجي، وخدت الطريق البري ومشي وموتوسيكل وداخل الغابات على ما وصلت للقبائل اللي هم قبائل الأقزام، آخر قبائل الأقزام. أنت محدد هدفك يا باشمهندس من الأول؟ إلى حد ما المناطق دي ما فيش معلومات دقيقة عن هذه الغابات، وما فيش معلومات عنها. كل الكلام الأسماء اللي بقولها دي كلها، ما أقول قبائل التجاري، ما حدش على وجه الأرض يعرف يعني إيه قبائل تجاري، ولا حتى يعني القبيلة دي موجودة في إكوادور. اسأل الحكومة الإكوادورية عندكم ما يعرفوش حاجة اسمها قبائل. دول قبائل غير معروفة خالص على وجه الأرض. فكمية المعلومات بتبقى تقريبية، لكن في المكان نفسه اوصل لمعلومات حقيقيه، وساعات بوصل وما الاقيش حاجه خالص واغير اتجاهي خالص وارجع اتجاه تاني. انا في الرحله الاخيره لوحدها واخد 12 رحله طيران في رحله واحده، يعني بضطر توصل لمكان واحد. نعم بضطر، والطيران لوحده ما يكفيش، ده بعدها باخد السيارات حتى تنتهي الشوارع، واخد القوارب لحد ما تنتهي القوارب، وبعد كده طبعا ما بيبقاش الا طريق المشي على الاقدام، ودي الطريقه دايما اللي بتجيب نتيجه. طب خلينا ناخد نموذج من النماذج الكتير دي. لما كنت رايح القاره السمراء نعم. او في افريقيا، كنت رايح لقبيله بعينها او كنت محدد هدفك من الانترنت مثلا من قراءاتك؟ انا كنت في افريقيا، انا كنت فعلا رايح لهذه القبيله. كان هدفك ايه في الزياره الاخيره؟ القبيله دي قبيله غريبه الشكل. القبيله دي الاطفال بيولدوا اطفال طبيعيين جدا لغايه ما يوصلوا لاول بادره من بوادر النضوج، ويتوقف النمو. إذا وصل 90 سنتي بيقف النمو، إذا وصل متر بيقف النمو، إذا وصل متر و10 وبعدها يقف النمو، ما ينموش بعد كده خالص. وأنا كان بتستهويني الناس دول، والناس دول معروفين إنهم بيكسروا أسنانهم، السنان اللي قدام بيكسروا الأسنان، بيحولوا الأسنان القاطعة إلى أنياب. يعني طب الناس ده بيعملوا كده ليه؟ وبيعيشوا ازاي؟ وبياكلوا ازاي؟ وبيتجوزوا ازاي؟ عندهم تعدد في الزوجات، عندهم قبلة بين الرجل والمرأة، عندهم. عايز اعرف ادق التفاصيل. عرفتها؟ طبعا. وعشت مع الناس دي، انا عشت معاهم اكتر من 26 يوم، اكل وعايش معاهم في وسط الغابات. بدأت معاهم بالطريقه طبعا ان انا عايز اكل. بس هم كان عندي مشكله، هم بياكلوا القرود نيه، لحمه ني دي انا ما قدرتش عليها. انا بقيت استغنى عن ذلك، الاقي لي تعبان ولا بتاع، التعبان اهون من نموذج من النماذج الكتير دي. لما كنت رايح القاره السمراء نعم. او في افريقيا، كنت رايح لقبيله بعينها او كنت محدد هدفك من الانترنت مثلا من قراءاتك؟ انا كنت في افريقيا، انا كنت فعلا رايح لهذه القبيله. كان هدفك ايه في الزياره الاخيره؟ القبيله دي قبيله غريبه الشكل. القبيله دي
الاطفال بيولدوا اطفال طبيعيين جدا لغايه ما يوصلوا لاول بادره من بوادر النضوج ويتوقف النمو. إذا وصل 90 سنتي بيقف النمو، إذا وصل متر بيقف النمو، إذا وصل متر و10 وبعدها يقف النمو وما ينموش بعد كده خالص. وأنا كان بتستهويني الناس دول، والناس دول معروفين إنهم بيكسروا أسنانهم. السنان اللي قدام بيكسروا الأسنان، بيحولوا الأسنان القاطعة إلى أنياب. يعني طب الناس ده بيعملوا كده ليه؟ وبيعيشوا ازاي؟ وبياكلوا ازاي؟ وبيتجوزوا ازاي؟ عندهم تعدد في الزوجات، عندهم قبلة بين الرجل والمرأة، عندهم. عايز أعرف أدق التفاصيل. عرفتها؟ طبعا. وعشت مع الناس دي، انا عشت معاهم اكتر من 26 يوم اكل وعايش معاهم في وسط الغابات. بدأت معاهم بالطريقه طبعا ان انا عايز اكل. بس هم كان عندي مشكله، هم بياكلوا القرود نيه، لحمه نيه دي انا ما قدرتش عليها. انا بقيت استغنى عن ذلك، الاقي لي تعبان ولا بتاع، تعبان اهون من القرود شويه. كنت يعني تعلمت ازاي انك تشق التعبان وتاكل لحمه ده متعلمها من اكتر من 20 سنه. ما دي يعني انا بعمل الموضوع ده بقى اكتر من 20 سنه. وفي بعض الاحيان بضطر الى اكل التعبان ني كمان. ده في اوروبا اتعلمته؟ لا اكل التعابين من اوروبا ما عندناش تعابين، ما بناكلش. بس في غابات في اوروبا. لا الغابات في اوروبا غابات ما هيش استوائيه، ما هيش خطر خالص. ده غابات اوروبا دي بنمشي ونتفسح، ده شجر كثيف لا اكثر ولا اقل. الغابات والحيوانات، عندما اقول غابات او ادغال عشان يبقى في تفريق، فاعني الموجوده عند خط الاستواء، تبدا من جنوب شرق اسيا. انا خدتها مثلا اندونيسيا، ماليزيا، كمبوديا، الصين، الهند، سريلانكا، وامريكا الجنوبيه، باراغواي، بوليفيا، كولومبيا، فنزويلا، اكوادور، الارجنتين. يعني ماشي خط الاستواء. انا خدت خط الاستواء من اول الكره الارضيه لحد اخر الكره الارضيه. وكنت بتستهويني برضو حاجات، بتستهويني احيانا. في مره حاولت يعني ابحث عن ما يسمى باخر الدنيا. هل في نقطه اسمها اخر الدنيا؟ طبعا احنا عارفين الارض كرويه، نظريا ما فيش حاجه اسمها اي نقطه ممكن تبقى اخر الدنيا. بس انا قلت انا عايز اوصل لنقطه في اقصى الشرق حيث تنتهي اليابسه، وقدامي المحيط المفتوح، لا تفصلني اي جزيره عن نصف الكره الجنوبي تماما، واقعد على هذا الشاطئ واشوف طلوع الشمس من وسط المحيط الهادي. وطبعا دي مناطق خطره جدا، لان الرياح والعواصف في هذه الاماكن شديده جدا، والفيضانات ده شيء طبيعي جدا، والناس هناك بتغرق كل يوم. اصعب موقف اتعرضت له ايه يا باشمهندس؟ ده اكيد سؤال ربما يتبادر على ذهن اي موقف. هو السؤال ده تبادر كتير، بس في مواقف كتير صعبه. بس من المواقف الصعبه جدا اللي هي يعني كان نفذ فيها الامر ساعه ما وقعت في شلالات سومطرة، في الشلالات اللي بتنزل من الغابات وبتاخد الاشجار بقوه غير عاديه. وقعت في هذه الشلالات وخبطتني في الصخور واغمى عليا وشربت ميه ونفذ الامر. بعد هذه اللحظه حصل اغماء. يعني نقوله شبه اغماء. انا اتذكر بعض اشياء في هذا الموضوع، بس لا اعرف اذا كانت هلوسات ام حقيقه. انا شخصيا لا اجزم. انا كنت في مرحله ما بين الغيبوبه واليقظه. انا فاكر ان انا في وسط الشلالات لقيت واحد جنبي بيمدي لي ايده كده، فمسكت في ايده وسحبني على بره. وفجاه ما اعرفش انا اي شيء غير اني نايم على الشط، والناس بيضغطوا على بطني وميه بتطلع من بقي واحده واحده، وبدات اتنفس من تاني واستعيد الحياه من تاني. هل هذا الرجل من خيالي؟ هل كان واقع؟ انا لا اجزم بهذا ولا ذاك. ولو اني انا اعتقد برضو في ان اراده الله كانت وراء نجاتي من هذا الموضوع. طب يعني اكيد المتتبع للحوارنا ده ربما يسال الهدف اللي بيعمله حد بيروح الغابات الاستوائيه وبيخاطر بحياته وبيروح. اكيد المغامره فيها متعه، ولكن الهدف كان ايه؟ صعب. ايه اكيد حاجه جوه الانسان بتدفعه لذلك. الحاجه دي انا حتى كتبتها في الكتاب بتاعي، انا لم اكتشفها بعد. انا ناس بيقولوا البحث عن الذات، البحث عن المعرفة، حب الاكتشاف، على اساس ان انا قبل كده كان ليا في اختراع الماكينات، فالبحث عن المجهول. كل هذا جائز. وفي حتى انا قلت ربما تكون لا هذا ولا ذاك، وانما هي خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاه. بس انا بعتقد ان مش لازم دايما يكون في هدف. الطريق دايما احيانا هو الهدف. الانسان مسير يعني؟ لا مش لا الطريق نفسه. يعني انا عايز اطلع الجبل، طلوعي للجبل بياخد 6 ساعات، انا بقعد فوق الجبل ربع ساعه وانزل. مش ممكن يكون الربع ساعه ده هو الهدف.
ال6 ساعات نفسهم هم الهدف. ركوب الطيارة عشان أوصل مكان، مش بس عشان أوصل مكان، أثناء ركوب الطيارة الطريق هو الهدف زي ما بيقولوا الآسيويين. هذه المعايشة وهذا الطريق، احنا لو شفنا تابعنا حياة الإنسان كلها على الأرض، لو هنقوله الإنسان بيعيش ويتولد علشان يوصل لإيه، هتلاقيها مجموعة نقط في الطريق، لكن الحقيقة هو المشوار نفسه، الطريق نفسه منذ لحظة الولادة لحد لحظة الموت، هو ده الهدف في حد ذاته. طب نقدر نقول بعد 72 دولة و23 ألف ساعة داخل 20 غابة استوائية وتلقيبك بابن بطوطة المصري، أضاف لك إيه؟ حاسس بإيه بعد مجمل الخبرات دي؟ تقدر تقول إيه في رسالة موجزة؟ اتعلمت إيه يا باشمهندس؟ أنا حاولت إن أسترجع جزء من الإنسانية اللي فقدتها من خلال المدنية. المدنية والحياة الكلاسيكية تنتزع جزء من آدميتنا. أنا بروح هذه ركوب الأسانسير وركوب العربية طبعا والتليفون أنا بتخلى عن كل هذا، بتخلى عن التليفون وبروح ولا معايا حتى بوصلة، معيش أي حاجة خلاص، وبتخلى عن الكلام ده وأحاول أشوف الجد الأكبر عمل إيه. بالظبط. أنا كانت دايما تبهرني كيف كان الإنسان كما خلقه الله. الصورة الأولى للإنسان، الفكر الأول للإنسان، الطبيعة الأولى للإنسان، هذه الأمور كانت بتستهويني إلى درجة يعني، وما زالت. بالعكس أنا بعد هذه الكم من الدول أنا مش شايف إن أنا شفت كتير، أنا شايف إن أنا لسه ما شفتش حاجة. أنا شايف نص الكوب الفاضي، كوباية نصها مليان ونصها فاضي، أنا شايف لسه في نص الفاضي، وعندي أمل إن أستكمل هذه المسيرة إن شاء الله. أنا كنت محضر أسئلة كتير مع الباشمهندس أحمد الشهاوي، ولكن للأسف ربما هو أخدني من أول سؤال وما بصيتش في الورق خالص. الحوار كان معاك ممتع يا باشمهندس، نورتنا. بنقول مرة أخرى، هو المهندس أحمد الشهاوي هو نموذج مصري عاش في النمسا وألمانيا، وعمل اختراعات صممت زي القنبلة الهيدروجينية أو نموذج للقنبلة الهيدروجينية. ماكينة تشبه أو ما كانتش قنبلة، أنا ما عملتش قنابل. هذا النموذج المصري الرحالة عاش في 72 دولة وعمل كتاب يعد الأكثر مبيعا في القارة الأوروبية، وهو كتاب الرحالة والغابة، الذي نفذت طبعاته في أقل من عام واحد. عاش 23 ألف ساعة داخل 20 غابة استوائية، هو نموذج فريد مصري نرفع له القبعة. نورتنا.